ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زالت الصفحة مفتوحة يا جماعة عشان نعيش بقلوبنا مرة تانية مع قصة سيدنا أبي بكر الصديق اللي فيها من العبر والعظات ما لا يخطر على قلب بشر. دلوقتي لسه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بكر ما زال في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. في اللحظة اللي خرج فيها النبي عليه السلام هو أبو بكر من الغار وداخلين على المدينة المنورة، قبل ما أول ما اتحركوا مباشرة كان في قصة كده وردت يعني في غاية الروعة. قصة بيحكيها صاحب القصة نفسه اللي هو سراقة بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ما كانش أسلم لكن أسلم بعد ذلك. حديث رواه البخاري ومسلم. سراقة بن مالك طبعا انتم عارفين ان كفار قريش كانوا قالوا في يعني جايزة لمن يستطيع أن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، اللي هي 100 ناقة لمن يأتي بهما حيين أو ميتين، سواء أحياء أو أموات، المهم إيه أي حد يقبض عليهم هياخد الجائزة دي. فسراقة بن مالك بيقول فجاءنا رجل من قريش وهو داخل عليهم في مكان هم مجتمعين فيه كده، فقال يا سراقة لقد رأيت أناسا يسيرون أمامي في المكان اللي هناك ده فما أراهم إلا محمدا وأصحابه. فسراقة عرف إن هم فعلا، فحب يعمي على هذا الرجل عشان يخليه يرجع وهو يروح بنفسه إيه يقبض عليهم وياخد إيه المكافأة. فقال لا إنهم ليسوا هم، إنما أنت رأيت فلانا وفلان، لا ده أنت تهيأ لك. ثم بعد ذلك أمر سراقة الجارية بتاعته، قال لها طلعي لي الفرس بتاعي من ورا المكان ده عشان ما حدش يشوفه، وهو قعد كده شوية وسط الناس عشان ما حدش يحس ان هو ايه خارج او راح اي مكان، وراح ايه انسل من بينهم كده بالراحة كده خفية، وراح راكب الفرس بتاعه وخد السيف وايه وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعامر ابن فهيرة. المهم بالفعل وصل الى المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشافهم من على بعد قريب جدا، فلسه داخل عشان يعني ينقض على النبي عليه السلام واصحابه. ايه اللي حصل؟ ساخت اقدام الفرس في الرمل، نزلت غاصت كده، فاستغرب فراح مطلع ايه الازلام الاقداح بتاعتهم دي، كان عامل الازلام كده كاتب فيها ايه اضره او لا اضره، يعني يضر النبي عليه السلام ولا لا. قال فاستقسمت بالازلام فاخرجت السهم فكان الذي اكره اللي هو ايه لا تضره، خدت بالك؟ ورغم ذلك راح عصى الازلام وراح عاملها مره ثانيه، وقامت الفرس من الرمله وبدات تجري ثاني ورايحين في اتجاه النبي عليه السلام، فساخت الفرس مره اخرى، فراح مطلع الازلام مره ثانيه اضره او لا اضره، فطلع لا اضره، خدت بالك؟ فجه في المرة الثانية لسه بقى داخل على النبي عليه السلام، قال فلما نزعت رجل الفرس أو يد الفرس من الرمل رأيت لها نورا أو غبارا ساطعا في السماء مثل الدخان، فعلمت أنه رسول. خلاص في اللحظة دي تأكدت أن ربنا بيكرم هذا الرجل وبيحميه، ده مش ممكن إيه اللي بيحصل ده. ثم نادى بالأمان، قال أعطيني الأمان، فأعطاه النبي الأمان صلى الله عليه وسلم. فاقترب منه سراقة بن مالك فقال له إن القوم قد جعلوا فيك الدية وعملوا جايزة كبيرة 100 ناقة اللي يقبض عليك، وأنا ليه عشان أبلغك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخف عنا ما استطعت، خدمتك لينا إن أنت ما تخليش حد يجي ورانا، أي حد يجي شاور له على أي مكان وعرفه إن إحنا مش المكان ده. فبالفعل طلب منه سراقة بن مالك أن يكتب له كتاب أمان حتى يأتي بعد ذلك يعني حتى يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عامر بن فهيرة فكتب كتاب أمان لسراقة بن مالك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. يا الله، سواري كسرى، سواري كسرى، أنت عارف كسرى ده كان يحكم يعني قد إيه؟ كان يمتلك تقريبا نصف الكرة الأرضية، الأرض كانت مقسمة بين الفرس والروم. سواري كسرى مرة واحدة، سبحان الله، ده النبي عليه السلام فين؟ النبي مطارد في الصحراء وخارج من مكة للمدينة مستخفيا صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بيوعده. شوف قد ايه النبي عليه السلام بيزرع الامل في صحراء اليأس. شوف قد ايه النبي عليه السلام عنده على طول امل وبيدي الامل للامه. وده بيفكرنا بحديث خباب بن الأرط، الحديث رواه البخاري، لما جاله وهو متعذب عذاب شديد جدا يا جماعه، فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا،
ألا تدعو الله لنا؟ يوم النبي يعلمه دروس كتيرة قوي في الحديث ده، نفس مرة نشرح الحديث ده كاملا. فقال له لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، خد بالك، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه. خد بالك بقى الحتة اللي جايه دي، والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. هي دي المسألة. في غزوة الخندق لما عرضت صخرة عظيمة جدا للصحابة ما حدش عارف إيه يكسرها، ولو ما انكسرتش الصخرة دي مشكلة، ما انتوا حفرتوا الخندق كله وفضلت الصخرة دي، طب ما الصخرة دي ممكن المشركين يعدوا عليها ويخشوا على إيه؟ على المدينة، فلازم تتكسر الصخرة. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن هناك صخرة لا تعمل فيها المعاول مش قادرين نكسرها. فقام النبي وأخذ الفأس وراح ضارب ضربة في الصخرة، التلت بتاع الصخرة أصبح رمل يطير في الهواء. وقال النبي الله أكبر أعطيتم مفاتيح الشام. مفاتيح الشام ده الناس محاصرين في المدينة ب10,000 واحد من الكفار ومعرضين أن تستأصل شأفة الإسلام وأن يقتل النبي وأصحابه، والنبي يقول الله أكبر أعطيت إيه؟ مفاتيح الشام. يضرب الضربة الثانية الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، خدت بالك؟ والمرة الثالثة وخلص على الصخر قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى قصورها من مكان هذا. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يا جماعة تمر الأيام والسنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات بعد ذلك وجاء أبو بكر ومات أبو بكر وبدأت الفتوحات الثانية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، يشاء المولى عز وجل إن هم يروحوا فعلا يفتحوا بلاد فارس وياخدوا المجوهرات والسواري بتوع كسرى وييجوا بيها إلى سيدنا عمر. فلما جاء صحابي فقير ماسك صندوق مليان مجوهرات ممكن تخليه ملك من ملوك الدنيا، ورغم ذلك جاء بها صحيحة سليمة كاملة إلى عمر، فبكى عمر وقال إن قوما يؤدون مثل هذا والله لقوم أمناء. هم دول الأمناء يا جماعة، خدت بالك؟ سبحان الله. ثم نادى عمر بن الخطاب أين سراقة؟ أين سراقة؟ فسراقة أيوة يا أمير المؤمنين. قال تعالى أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لك كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ قال أجل. قال فخذها مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ سراقة ولبس سواري كسرى بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. موقف تاني يا جماعة جميل جدا، سيدنا أبو بكر ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري، فهم ماشيين معديين على ناس، فواحد منهم راح مكلم سيدنا أبو بكر، هو يعرفه، وكان سيدنا أبو بكر الحقيقة كان معروف لأنه كان تاجر فكان بيروح يمين وشمال وبيسافر، فأغلب الناس عارفينه، وهو كان أعلم الناس بأنساب القبائل، هات بالك. فقال له من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ فأبو بكر قال له إيه؟ قال هذا رجل يهديني السبيل. خد بالك كلمة إيه فيها تعريض، تحتمل المعنى ده وتحتمل المعنى ده. إيه معناه يهديني السبيل؟ اللي هيسمعها هيظن إن هو دليل بيعرفني الطريق، لكن أبو بكر يقصد إيه؟ يقصد أنه يهديني السبيل إلى الجنة، خدت بالك؟ فالراجل طبعا راح معديه عليه، فتعرض لهم فارس لحق بالنبي وأبي بكر وعايز يقتلهم، يعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فقال النبي اللهم اصرعه. فوقع الرجل من على فرسه فصرع. فأول ما قام كده فطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. بدأ الراجل ده يقف في نفس المكان، وأي حد عايز يروح يتتبع النبي أبو بكر الراجل يقول لا 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 ده ما جوش من هنا، ده مشوا من هنا. وبدأ إيه يعني سبحان الله، بدأ هو اللي يدافع عن النبي وعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تمر اللحظات وتمر الساعات، وبدأ النبي عليه السلام يتحرك في آخر مسيرة إلى المدينة المنورة. وصل النبي عليه السلام إلى المدينة بعد 3 أيام. طبعا الأنصار كانوا بيطلعوا كل يوم يا جماعة يفضلوا مستنين النبي عليه السلام وهم في شدة الشوق. انت عارفين الأنصار منهم من رأى النبي، منهم من ذهب لمبايعة النبي، لكن أغلبهم كانوا اللي بايعوا النبي رجعوا فعرض عليهم الإسلام فأسلموا فما شافوش النبي لسه، فنفسهم يشوفوا النبي. فكله طالع تخيل كده وانت عارف ان النبي جاي خلاص، هيوصل النهارده ولا بكره ولا بعده. كل يوم يطلعوا يستنوا النبي يا جماعة لحد ما الشمس خلاص تعبتهم فيرجعوا. في آخر يوم من ال3 أيام راحوا استنوا النبي عليه السلام لحد ما فعلا الشمس أحرقتهم. فهم راجعين في واحد يهودي كان واقف كده على مبنى عالي على قطم من أطام المدينة، فشاف النبي وشاف سيدنا أبو بكر إيه جاي من بعيد، فقال يا بني قيلة، يعني بينادي على الأنصار، هذا حظكم الذي تنتظرون. حظكم يعني إيه؟ هذا جدكم يعني حظكم، هو ده الراجل اللي انتوا بتدوروا عليه اهو جه وصل خلاص. فرجعوا كلهم واخذوا السلاح والمنع عشان ايه؟ يروحوا يستقبلوا النبي ويدافعوا عنه لو حد تعرض له ولا حاجه. وبداوا يقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم رايحين هم مش عارفين مين النبي، ما هم ما شافوش النبي،
فيعملوا يا جماعة، شوف الموقف بقى الغريب، فأقبلوا على الناقة بتاعت سيدنا أبو بكر وبدأوا يمسكوها وبدأوا يخاطبوا سيدنا أبو بكر على إن هو مين؟ النبي. لو أنت مكان سيدنا أبو بكر تعمل إيه؟ مش معقول أقول لهم لا مش أنا، ده هو، صح ولا لا؟ فجابها بطريقة جميلة جدا. الشمس كانت حامية، فراح هو خلع الرداء بتاعه وراح مظلل على رأس النبي، فعرفوا إن هو مين؟ هو ده النبي، مش أنا يا جماعة، هو ده اللي انتوا لازم تكرموه صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس يسيبوا الناقة بتاعت سيدنا أبو بكر يروحوا مين؟ لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. عاش سيدنا أبو بكر يا جماعة أجمل أيام عمره. أنا ما أقدرش أقول لك أجمل أيام عمره ديت، ما أقدرش أوصفها لك، لأن لا أنا ولا أنت عشتها. بنتمنى نعيشها في الجنة إن شاء الله مع النبي، لكن سيدنا أبو بكر عاش فعلا أجمل أيام حياته. حياته كلها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلحد ما مرت الأيام وفرض الجهاد على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وجت أول غزوة يا جماعة اللي هي غزوة بدر. وكان النبي ما كانش طالع يا جماعة لقتال، كان يريد العير بتاعة كفار قريش فقط. لكن انقلب الأمر إلى أمر لا يريده إلا الله سبحانه وتعالى، إن لازم يبقى فيه قتال بين معسكر الموحدين وبين معسكر المشركين. فاللي حصل إيه؟ ندب النبي وأصحابه للخروج، خرج بعضهم والباقي ما خرجش. بدأ المسألة تتحول، خلاص ما فيش مفر، هيبقى فيه جهاد الآن. طب نعمل إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان واخد بيعة العقبة الثانية يا جماعة مع الأنصار، إن هم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا معاه فين يا جماعة؟ جوه المدينة، بره المدينة لا. طب غزوة بدر فين؟ بره المدينة. طب النبي يعمل إيه؟ والمشكلة الثانية إن عدد الأنصار أكتر من عدد المهاجرين، يعني يفوق الضعف كمان، والحرب كلها أو الجهاد كله هيكون على أعباء مين؟ الأنصار. طب والنبي يعمل إيه؟ طب النبي لو قال للأنصار خشوا هيقولوا لا، ما حدش يقدر يعصي امر النبي يا جماعه، مش تاخد بالك، ده يعني حب فوق الخيال. لكن النبي عايزهم يحتسبوا، فقال اشيروا علي ايها الناس. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اول من تقدم فتكلم واحسن مين يا جماعه؟ ابو بكر، السباق دايما في كل حاجه، عمر ما حد يسبقه ابدا ابدا. لما تشوف بقى سيره سيدنا ابو بكر لا يمكن تلاقي اي صحابي سبقه ولو في موقف واحد، موقف واحد، ابحث كده في سيرته مش هتلاقي. فتقدم ابو بكر فتكلم واحسن، واللي بعديه وتقدم عمر فتكلم واحسن، وتقدم المقداد فتكلم أحسن. الثلاثة من المهاجرين. النبي عايز مين؟ عايز الأنصار، عايز يعرف رأي الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس. ما أقدرش أنسى طبعا الكلمة الجميلة اللي قالها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. أيوة أنتوا، خد بالك. فقال سعد بن معاذ، وشوف بقى الكلمات الجميلة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله. خد بالك، فوالذي نفسي بيدي لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. الرواية الثانية الجميلة برضو اللي سيدنا سعد بن معاذ قال له إيه؟ فهم بقى النبي قصده إيه؟ قال لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار، ما أنا سيد الأنصار وأتكلم عن الأنصار. فض عن حيث شئت، روح أي مكان أنت عايزه، إحنا معاك. فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما أعطيتنا، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان. مش معنى البركة من غمدان؟ لأن بين النبي وبين المسافة بين بركة من غمدان 13 قبيلة كلهم عايزين يقتلوا النبي، كأنه بيقول له أنا مستعد نخش معاك ونقاتل ال 13 قبيلة في السكة. شوف قد ايه؟ لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه فقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين أو إحدى الحسنين، إما النصر إما الشهادة، والذي بعثني بالحق إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. خد بالك، سيدنا عمر بيقول كما عند البخاري فما أشار النبي إلى مكان إلا وقتل الذي سماه النبي. هنا يتقتل أبو جهل، يتقتل هنا يتقتل فلان، يتقتل في نفس المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما تبدأ الغزو بدر يا جماعة كان في عملية استطلاعية كده جميلة حب النبي يعملها. هياخد معاه مين؟ النبي هو اللي يعملها بنفسه. حب يستطلع يشوف عدد الكفار قد ايه وهم واقفين فين بالظبط عشان يعرف المكان اللي يقف فيه وازاي يخش عليهم ويعمل خطة بقى للحرب. فكان مين اللي معاه يا جماعة؟ أبو بكر طلع معاه في خطة،
استطلاعية عشان يعرف أين مكان القوم وأين يستطيع إيه أن يبدأوا معهم. يشاء المولى عز وجل أنهم مروا على رجل، الرجل ده خبير جدا جدا بأماكن الصحراء ونزول الجيوش، فسألوه: أيها الرجل، هل تعلم أين نزل أهل قريش؟ فقال: أخبراني من أنتما حتى أخبركم. أنتوا تقولوا أنتم مين وأنا أو منين حتى أنتم مين، فاهم إزاي؟ وأنا مستعد أقول لكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل تخبرنا أنت الأول ثم نخبرك نحن. قال له: خلاص. حدثني الذي حدثني، شوف بقى الدقة في النقل حتى عند المشركين، حدثني الذي حدثني أنهم قد خرجوا في يوم كذا واتجهوا في طريق كذا، فلئن كان الذي حدثني قد صدق في قولي فهم الآن في المكان الفلاني، وبالفعل كانوا في المكان الفلاني. قال له: ومتى خرج محمد وأصحابه؟ ده النبي اللي بيكلمه. فقال: حدثني الذي حدثني أنه قد خرج في وقت كذا واتجه في طريق كذا، فلئن كان الذي حدثني قد صدق فهو في المكان الفلاني، وهو نفس المكان فعلا نزل فيه النبي. فحب النبي يمشي، فقال له: استنى، مش انت قلت لي هتخبرني من أنتما؟ فقال أبو بكر: قال: نحن من ماء. من ماء، هو قصد سيدنا أبو بكر إيه؟ إن الإنسان خلق من ماء. فالتاني قال: من ماء. من ماء، كان في قبيلة في العراق اسمها ماء، فقال: لعلهم من ماء التي في العراق. وراح معدين انه مش عايز يقولوا ان انا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ايه ابو بكر، عشان ما يعرفش مكان الجيش. سبحان الله. بدأ النبي عليه السلام ينظم صفوف الجيش يا جماعه في غزوه بدر، وبدأ الصحابه يعملوا عريش خاص بالنبي عشان يكون فيه، عشان يعني ايه يتابع هذا سير المعركه. طب مين يقرب من العريش؟ خد بالك، المقصود الاول عشان يتقتل في الغزوه دي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكفار قريش منشنين كلهم على النبي. طب يعمل ايه؟ الصحابه عايزين يحموا النبي، عملوا له العريش وقالوا: واحد مننا يا جماعة يقرب ويحمي النبي. مفيش واحد قرب. مين اللي قرب؟ أبو بكر. شوف الموقف يا جماعة، حب بجد، حب فعلا. راجل بيحب، بقول لك لا أعلم أحدا على وجه الأرض مهما ادعى إن هو بيحب النبي لا يمكن يبلغ حب ربع حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. كله خاف يقرب، وبدأ أبو بكر شهر السيف ووقف أمام العريش بتاع النبي عليه السلام. أي حد يقرب يقف أبو بكر ويهوى عليه بالسيف، لا يمكن يسمح لحد يقرب من عريش النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي بقى. شوف العبودية بقى، شوف بقى قد ايه النبي عليه السلام بيعلمنا ازاي ان احنا نذل نفسنا لله ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى. وبدأ النبي يعني يدعو ويناشد ربه ويبكي: يا رب، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم ارحمهم، اللهم مش عارف ايه، اللهم قاعد يدعي. فمن كتر دعاء النبي عليه السلام الرداء بتاعه سقط على الأرض، فأخذ أبو بكر الرداء ووضعه على كتف النبي وحضن النبي وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. شوف اليقين، بيقول له: يا رسول الله، كفاية كده، كفاية، ربنا إن شاء الله هيديك كل اللي أنت عايزه وهيحقق لك اللي بتتمناه وهينصرك إن شاء الله، ما هو ربك وأنت أحب الخلق لرب الخلق سبحانه وتعالى. وفي شاء المولى عز وجل في عز بقى ما الجهاد بدأ ما شاء الله، وبدأت المقتلة تشتغل على المشركين، وما شاء الله روح القتالية ويعني والإيمانية ظهرت في أعلى صورها يا جماعة، لدرجة النبي حب يحفزهم في بداية الجهاد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم قبل ما يبدأوا، قال: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. إيه رأيكم؟ بينكم وبين الجنة يا جماعة، تخشوا اتقتل خلاص بقيت في الجنة. فلسه مش مستوعبين، ده أول غزوة يا جماعة. فسكتوا. فقام النبي وقال، والحديث رواه مسلم، قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. انتوا قاعدين ليه؟ انتوا عايزين دنيا ولا عايزين إيه؟ فقال عمير بن الحمام، صحابي جليل شاب صغير، فقال: جنة. بيكلم نفسه بالطريقة دي كده، يعني ما بيكلمش بصوت عالي، لا بيكلم نفسه. جنة عرضها السماوات والأرض بخن. فكان النبي جنبه فسمعه، فقال له: يا عمير، ما حملك على قولك بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. جبريل موجود والوحي اشتغل، وربنا أخبر جبريل أنه يخبر النبي أن العمير من أهل الجنة. فقال له النبي: فأنت من أهلها، خدها بقى. تخيل بقى لما النبي يقول لك أنت من أهل الجنة، خش بقى قاتل. العمير راح مطلع كم تمراية في إيده، عايز يتقوى، عايز يجاهد، فخد تمرة أو 2، وبعد ما كانهم بص للتمر كده: جنة عرضها السماوات والأرض، والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ده لسه هستنى، ده أنا مستعجل قوي. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رمى التمرات ورمى الدرع ودخل بالسيف فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي بقى ما شاء الله المشاهد الجميلة للجهاد في غزوة بدر، ويشاء المولى عز وجل النبي جاءته البشرى بالنصر من عند الله. طب يبشر مين؟ حبيبه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فيقول له صلى الله عليه وسلم:
أبشر يا أبا بكر، الحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر، يعني لابس عمامته، آخذ بعنان فرسي يقوده على ثناياه النقع، يعني إيه؟ يعني التراب، أتاك نصر الله يا أبا بكر. يا سلام. يبقى أول ما أراد أن يعمل عملية استكشافية أو استطلاعية مع أبو بكر، حب يعمله عريش، أبو بكر هو اللي يحمي النبي، فهنبدأ الجاء يبقى أبو بكر. فاهم إزاي؟ طب النصرة جت، يبقى برضه أبو بكر هو الذي يبشر أول واحد رضي الله عنه وأرضاه. وكان في موقف جميل جدا في غزوة بدر في الولاء والبراء يفوق الخيال. كان من ضمن الناس المشركين اللي بيقاتلوا قدام سيدنا أبو بكر، قدام سيدنا النبي عليه السلام، كان مين؟ عبد الرحمن ابن أبو بكر نفسه. تخيل، ابنه كان لسه ما أسلمش، فشاف سيدنا أبو بكر فعمل إيه؟ فبدأ يقاتل في الناحية الثانية عشان ما يلتقيش مع أبيه. بعد كده بفترة كبيرة لما أسلم قال لأبوه إيه؟ قال له لقد لقيتك في يوم بدر، لقد لقيتك إيه؟ في يوم بدر، وكدت أن أقاتل ولكن إيه؟ يعني رحت المكان الثاني. قال له أبو بكر لئن لقيتك أنا لقتلتك. أنا بقى لو كنت شفتك بقى كنت قتلتك، لأن أنت مش أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بوالي النبي عليه السلام وبوالي الصحابة وأعادي من يعادي النبي وأصحابه. هي دي مسألة الولاء والبراء يا جماعة. ربنا يحفظنا يحفظكم. وتمر الأيام وتيجي غزوة أحد، تمر الأيام وتيجي غزوة أحد، ويعصي الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. تعرفين كانت حصلت مقتلة عظيمة يا جماعة بين الصحابة، 70 واحد من الصحابة اتقتلوا في غزوة أحد. وبعدين سبحان الملك حبوا بعد كده المشركين ان هم يقتلوا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ايه اللي يحصل يا جماعة؟ ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9، 2 من المهاجرين و7 من الأنصار. خدت بالك؟ وكلهم قدموا نفسهم فداء للنبي عليه السلام. وكان من ضمن برضه الذين اللي واقفين بقى بس يعني في مكان كده عشان برضه ايه يعني حفاظا على حياة النبي عليه السلام، كان أبو بكر. كان أول واحد يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفر عن النبي أبدا أبدا. حتى المشهد ده يعني سبحان الله نختم بيه الجزء الأولاني من الدرس، إن سبحان الملك النبي عليه السلام لما لقى المشركين مقربين منه قال من للقوم. خد بالك والنبي لا يتاجر مع الصحابة إلا بالجنة. قال من للقوم وهو في الجنة؟ لا، وهو رفيقي في الجنة، يبقى معايا في الجنة. فتقدم 7 من الأنصار الواحد تلو الواحد، كل واحد فيهم يخش يقاتل جيش كامل عشان يدافع عن النبي. اتقتلوا كلهم. آخر واحد اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، كان ليه مشهد جميل برضه قوي. لما اتقتل وهو في الرمق الأخير فضل يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على قدم النبي، كأنه بيقول له أنا وراك يا رسول الله لحد آخر لحظة، لا يمكن أبدا، أنا فداك بكل حاجة. يا سبحان الله. فقام النبي ونظر إلى سعد وإلى طلحة وقال ما أنصفنا أصحابنا، ثم نثل الكنان لسعد وبدأ يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي. خدت بالك؟ ثم بعد ذلك قال لطلحة بن عبيد الله من للقوم؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. طلحة بن عبيد الله في الغزوة دي يا جماعة أبو بكر الصديق نفسه يقول إذا ذكر يوم أحد فكل اليوم لطلحة بن عبيد الله. ليه؟ دافع عن النبي يا جماعة. دخل مع أول دخلة ضد المشركين طيروا له صابعه، فقال حس من شدة الألم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية أحمد قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. فضل ينضرب 39 ضربة بالسيف. ده مين؟ سيدنا طلحة. 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده. يجي بعد كده راجل أعرابي يدخل مسجد النبي يقول له يا رسول الله من الذين يعنيهم الله بتلك الآية من المؤمنين رجال؟ قال هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حقيقة يا جماعة مواقف سيدنا أبو بكر مواقف عظيمة جدا، نكملها إن شاء الله بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحينا لجيل طاب منبته نما في ظلها. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة ثانية يا جماعة لقصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو بكر ثبت مع النبي عليه السلام في كل الغزوات والمشاهد، لم يتأخر أبدا عن أي غزوة، بل كان قريبا جدا من النبي عليه السلام في كل وقت رضي الله عنه وارضاه. في غزوة أحد زي ما قلنا
لما قتل 70 واحد من أصحاب النبي وحبوا يقتلوا النبي، كان سيدنا أبو بكر يعني مناصق للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد غزوة أحد ما انتهت يا جماعة، النبي خاف ان المشركين يعتقدوا ان المسلمين خلاص ضعفوا ما يقدروش يقاتلوهم، فيخشوا عليهم المدينة فيقتلوا النساء والصبيان ويخلصوا على ايه؟ على المسلمين. فانتدب النبي 70 رجلا من أصحابه ان هم يروحوا يجروا ورا كفار قريش عشان يعرفوا ان لسه فيهم ايه؟ جلد وقوة ويقدروا يقاتلوا مرة تانية. كان من ضمن ال70 دول يا جماعة الزبير بن العوام وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وتمر الأيام يا جماعة، وفي يوم من الأيام طالع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تسمى بني المصطلق، وهم راجعين بكل أسف تتهم أمنا عائشة بأنها قد فعلت الفاحشة مع صحابي جليل هو صفوان ابن المعطل السلمي. طبعا سيدنا أبو بكر كان في غاية الألم والحزن، شهر كامل يا جماعة الوحي ينقطع عن النبي عليه السلام ولا يخبره شيء، والنبي عارف طبعا زوجته إنسانة عفيفة وده هو اللي مربيها صلى الله عليه وسلم، يعني هي الزهرة النقية التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، فلا يمكن يخطر على بال النبي أن أمنا عائشة تفعل مثل هذا، لكن برضه الوحي انقطع، فلازم النبي يعرف الحقيقة. وبعدين النبي مش بيتعامل بمسألة عاطفة فقط يا جماعة، ما هو ممكن يقول لهم دي زوجتي وخلاص وانتهت المشكلة، لكن لا، النبي عليه السلام يتعامل معهم من خلال الوحي، من خلال ان ربنا يقول لهم كذا، ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع، طبعا الموضوع ده هنتناوله ان شاء الله بكل تفاصيله لما نيجي نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد هنا ان كان في موقف جميل جدا. ابو بكر كان بينفق على ابن خالته اسمه مصطح. مصطح ده من ضمن الناس الذين تكلموا في حق أمنا عائشة، فأبو بكر لما عرف قال لا خلاص لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فلما نزل قول الله عز وجل بعد طبعا ما نزلت براءة أمنا عائشة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لما راح لها النبي عليه السلام البيت فنزل عليه الوحي وفيه الآيات التي في سورة النور التي تثبت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، خدت بالك؟ فنزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقوم موقف سيدنا أبو بكر يقول إيه؟ بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فبدأ يعيد مرة تانية النفقة على مصطح مرة تانية. يا ريت نرفع الشعار ده يا جماعة، بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. لو في بينك وبين حد شحناء، زعل، خصام، متضايق من حد متضايق منك، حد أذاك، خدت بالك؟ اعفو عنه عشان ربنا يعفو عنك. وزي ما النبي قال يا جماعة، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال ارحموا ترحموا. شوف كلمتين، ارحموا تاخد الثمرة، ترحموا، واغفروا يغفر لكم. لما ترحم الناس ربنا يرحمك، ولما تغفر للناس الأخطاء اللي بيعملوها في حقك ربنا إن شاء الله هيغفر لك. تعالوا نشوف موقف تاني من مواقف سيدنا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس برضه بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. في بعد غزوة الخندق بسنة تقريبا يا جماعة، النبي عليه السلام حب إنه ياخد الصحابة عشان يعتمروا، فلما أرادوا أن يخرجوا علم النبي أن المشركين قد أعدوا العدة لقتال النبي، يعني بمعنى إيه؟ هنمنعك من دخول البيت، مش هنخليك تخش لا أنت ولا أصحابك. فالنبي عليه السلام حب يستشير الصحابة فقال لهم أنخرج أم لا؟ فتقدم أبو بكر السباق في كل حاجة، قال يا رسول الله إنا جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال، إحنا مش جايين أصلا عشان نقاتل، إحنا رايحين نعتمر، فإن صدونا عن البيت قاتلناهم. شوف الثبات وشوف الكلام، ما شاء الله صح، كلام منطقي، إحنا رايحين نعتمر ومش واخدين أسلحة حربية، ده هو كل واحد واخد سيفه بس، واخد بالك؟ فإن سابونا نعتمر فبها ونعمة عين، وإن حبوا يصدونا عن البيت قاتلناهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا هناك، والفعل المشركين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان موضوع قصة طويلة برضو نأتي فيها إليها في السيرة، لكن الشاهد هنا بقى إن كان من ضمن الذين جاءوا للتفاوض جاء أكتر من واحد يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن الذين جاءوا يتفاوضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة ديت عروة ابن مسعود. عروة بن مسعود دخل فقال كلمتين يعني مش ما كانش لهم لازمة، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يدعوك ويتركوك، يوم ما يبدأ الجهاد ولا القتال ما بيننا وما بينك هيجروا كلهم ويسيبوك. مين بقى اللي تقدم ودافع؟ أبو بكر برضه، قال نحن نفر وندعو، واخد بالك؟ والله لا، إن هذا لا يمكن أن يحصل أبدا. ويعني قال لا أبو بكر كلمة شديدة جدا، واخد بالك؟ عشان يعرف إن هم لا يمكن أبدا طبعا يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس هنا النبي سكت لما أبو بكر قال كلمة شديدة لعروة بن مسعود، النبي سكت ليه؟ لأن يا جماعة بعض الناس بتخطئ وبتظن إن الحكمة هي اللين، لا، الحكمة مش هي اللين، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. في مواقف تحتاج إلى اللين، يبقى وضع اللين هنا هو الحكمة، وفي مواقف تحتاج إلى غلظة، يبقى وضع الغلظة هنا إيه؟ هو عين الحكمة. ما ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين إيه؟ واغلظ عليهم. يبقى الحكمة هنا إيه؟ الغلظ عليهم إذا احتاج الأمر إلى غلظة. لكن في الأصل بقى، في الأصل حياة المؤمن تدور بين إيه؟ بين اللين والرحمة. خدت بالك من القصد إيه؟
انما في مواقف معينه تحتاج ايه؟ تحتاج لشده وغلظه. تعالوا نشوف موقف تاني جميل جدا برضو في نفس برضو يوم الحديبيه. من ضمن البنود اللي اتعملت في يوم الحديبيه ان المشركين اتفقوا مع النبي على حاجه، وكان اتفاق صعب جدا. لولا ان النبي مؤيد بالوحي من السماء كان المساله يعني تقول ده كلام صعب جدا. يعني لو جه واحد من المشركين عايز يسلم، لا النبي لازم يرده. ولو جه واحد من المسلمين عايز يرتد، المشركين يقبلوه. صعب، ها؟ صعب على نفس اي حد. معقوله بقى اللي يجي لنا عايز يسلم نقول له مش عايزين اسلامك، واللي يروح مننا يكفر نقول له يكفر؟ فكان صعب. لكن النبي مؤيد بالوحي من السماء ويعلم ان هو ده الصح في الوقت الحالي. خدت بالك؟ فوافق النبي ووافق سيدنا ابو بكر. ومين اللي واقف تعبان بقى من الموضوع ده؟ سيدنا عمر، ما يستحملش الكلام ده ابدا. فراح للنبي عليه السلام فقال ألست رسول الله؟ تخيل، شوف الكلمة. فقال بلى. فقال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ايه اللي بيخلينا نتنازل ونسيبهم يعملوا فينا اللي عاملينه ده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، أنا بتعامل من خلال وحي، إن هو إلا وحي يوحى، أنا ما بعملش حاجة من مزاجي، ربنا اللي بيأمرني فأنا بعمل. صلى الله عليه وسلم. قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. شوف بقى اليقين في الله، هو هينصرني. فقال له عمر أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال أجل. أفأخبرتك أنك ستأتي العام السنة دي؟ قال لا. قال إذن فإنك آتيه ومطوف به، بس في وقت تاني. خدت بالك؟ برضه سيدنا عمر لسه تعبان، راح لمين؟ سيدنا أبو بكر. شوف بقى الكلمات بقى والتوافق العجيب، خدت بالك، بين النبي عليه السلام وبين سيدنا أبو بكر. فراح لسيدنا أبو بكر فقال له أليس رسول الله؟ قال أجل. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يوم سيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ خد بالك نفس الكلمات، خدت بالك، باختلاف بس إيه شكل الخطاب. قال هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره سبحانه وتعالى، إلزم غرزه فإنه على الحق. فقال عمر والله إني لأعلم أنه على الحق. قال عمر فما زلت أتصدق وأصلي وأعتق مخافة مجادلتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. يا سلام، شوف يا جماعة قد إيه الإنسان لما يعمل ذنب أو يحس إنه أخطأ قد إيه مش قادر ينسى. تخيل بيعتق رقاب ويصلي ويصوم ويعمل كل ده علشان دي تشيل دي، إن الحسنات يذهبن السيئات. مين فينا فكر يقع في ذنوب يا جماعة، أو وقع في ذنوب وفكر إن هو يعمل حسنات عشان يمحو دي بدي بفضل الله سبحانه وتعالى؟ لازم قلب المؤمن يبقى حي يا جماعة. الإنسان ما ينامش إلا على توبة. اوعى في يوم من الأيام تقع في ذنب وتنام من غير ما تتوب. اوعى تسلم نفسك لتسويف الشيطان. اوعى حد يلعب معاك اللعبة الصعبة دي. اللعبة دي الشيطان ما قدرش يلعبها مع سيدنا أبو بكر أبدا. كان سيدنا أبو بكر دائما لا يسوف، على طول أول ما يعرض عليه الرسالة أول واحد يسلم هو أبو بكر. الهجرة أبو بكر، الإنفاق أبو بكر، كل حاجة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وثبت سيدنا أبو بكر مع النبي عليه السلام في كل المشاهد. في غزوة تبوك كانت راية المسلمين مع سيدنا أبو بكر. وفي غزوة حنين لما فر الصحابة من حول النبي عليه السلام كان من رأس أو على رأس الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. طب تعالوا نشوف حاجة بسيطة كده نختم بها درس الليلة دي. إيه هي؟ النبي عليه السلام بدأ يتقدم بالعمر يا جماعة، وخلاص أوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الدنيا، وبدأ النبي عليه السلام عايز يطمئن على الأمة. طب يطمئن على الأمة إزاي؟ لازم يستخلف رجل من بعدي عشان يبقى هو قائد المسلمين ويبقى خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش أي حد ممكن يكون في المنصب ده، لازم واحد زي أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الصحابة المعروفين دولت. فبدأ النبي عليه السلام يوضح للناس بعض الإشارات اللي توضح إن هو بيؤيد سيدنا أبو بكر، لازم أبو بكر هو اللي يمسك. إيه الإشارات دي؟ تعالوا نقولها بسرعة كده في عجالة. والدرس اللي جاي ده أنا بعتبره أهم درس في حياة الصحابة، اللي هو هيبقى درس كامل عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بنوصف وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الألف للياء صلى الله عليه وسلم. إيه إشارات استخلاف سيدنا أبو بكر؟ حديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدري ما بقائي فيكم. أنا مش عارف هقعد فين، هقعد قد كده أو هقعد كام سنة أو هعيش كام شهر. أنا خلاص حاسس أن أجلي قرب. إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. خد بالك هنا ذكر اثنين، الأحاديث الثانية بقى هيخصص بقى سيدنا مين؟ أبو بكر. حديث ثاني في البخاري ومسلم، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه مرة أخرى. خد بالك يعني جات له مثلا طلبت مساعدة أو سألت حاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها طب تعالي لي مرة ثانيه مثلا الأسبوع اللي جاي الشهر اللي جاي، ادالها مدة معينة. فقالت فإن لم أجدك يا رسول الله قال فأتي أبا بكر. يبقى ده دليل إيه؟ دليل ولو على سبيل الإشارة إلى استخلاف سيدنا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
لا حديث ثالث كمان، ان الحديث اللي فات ده كان في البخاري ومسلم، الحديث جاي عند ابي داود بسند صحيح، ان عن عبد الله بن زمعه انه قال لما استعز بالنبي، يعني ايه غلبه المرض، خلاص بقى المرض ايه اشتد على النبي عليه السلام. فالمهم فجاء بلال يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه. انت عارف سيدنا بلال كان يؤذن ويروح بعد كده يقول الصلاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قادر يتحرك صلى الله عليه وسلم، فقال مروا من يصلي بالناس، وما حددش في الحته دي، مروا يعني شوفوا حد يصلي بالناس بدل مني. فخرج عبد الله بن زمعه فما وجدش ابا بكر، ابو بكر كان غايب، لقى مين؟ لقى سيدنا عمر. فقال لعمر بن الخطاب الا تصلي بالناس؟ قال اجل. فصلى عمر بالناس، وكانت صلاه جهريه واضح من سياق الحديث يعني. فبدا سيدنا عمر يصلي وصوته كان عالي جدا، فمين اللي سمع الصوت؟ حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني زعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ امال فين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، حدش يصلي بيكم غير إيه؟ غير أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. حديث ثاني برضو رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت أمنا عائشة إن أبا بكر رجل رقيق القلب، فإذا قام مقامك يا رسول الله لم يستطع أن يصلي بالناس. رواية ثانية إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هو مش قادر يطلع المسجد فبيقول خلوا أبو بكر يصلي إمام بالناس بدل مني. فأمنا عائشة كان لها غرضين هنا بقى. الغرض الأولاني خافت إن الناس تتشائم من وجود أبو بكر مكان النبي، فالنبي لما يموت فيعني الناس يعني تبقى متأذية، إزاي أبو بكر يحل محل النبي صلى الله عليه وسلم، فخافت على أبوها. فراحت قالت له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، فإنه إذا قام يصلي لم يسمع الناس من كثرة بكائه، من كتر ما بيبكي الناس ما بتسمعش هو بيقول إيه. خدت بالك؟ ما بقول لك إنسان يعني رقيق القلب رضي الله عنه وارضاه. ثم قالت أمنا عائشة لأمنا حفصة، قالت لها ما تقولي للنبي نفس الكلام ده، قولي له إن أبا بكر رجل أسيف فمر عمر حتى يصلي بالناس. فحفصة راحت سمعت كلام عائشة وراحت قالت للنبي عليه السلام يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف فمر عمر فليصلي بالناس. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال ما لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما حدش يصلي غير أبو بكر. هظن كل دي إيه؟ إشارات لاستخلاف سيدنا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده في إشارة أوضح من ده كله كمان. إيه هي؟ حديث في البخاري ومسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة وهو بقى مريض يعني في شدة المرض، قال لها ادعوا لي أبا بكر وأخاك. ليه؟ قال حتى أكتب كتابا، حتى أكتب أوصي بقى، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. خدت بالك؟ بيقول أنا خايف بعد ما أموت صلى الله عليه وسلم يجي واحد يقول لا ده أنا أولى واحد بقى، ده أنا اللي أنفقت وعملت وأنا اللي جاهدت وأنا اللي سويت وأنا واحد يقول لا أنا أولى بالمكانة دي. فقال لا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وعن ابن أبي مليكة والحديث رواه مسلم قال سمعت عائشة سئلت قيل لها من كان رسول الله مستخلفا لو استخلفه، لو قالها كده بالصورة واضحة كده قالت أبا بكر. قالوا لها ثم من؟ قالت عمر. خدت بالك؟ طيب ومن بين الإشارات أيضا لاستخلاف سيدنا أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه. خدت بالك؟ أمنا عائشة بتقول والحديث رواه أحمد بسند صحيح قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. يبقى دي كانت إشارات يا جماعة لاستخلاف سيدنا أبو بكر إن هو اللي هيكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سبحان الله لما حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وده هنشوفه إن شاء الله في وفاة النبي عليه السلام، إيه اللي حصل يا جماعة؟ أبو بكر أصلا مش عايز خلافة، هو مش عايز أي حاجة، هو كل حزنه على موت النبي عليه السلام، هو مشغول بإيه؟ مشغول بأنه هو يعبد ربنا وأنه هو ينصر دين الله، سواء هو أصبح خليفة للمسلمين أو كان جندي مجند أو واحد من أفراد الرعية، ما تفرقش معهم يا جماعة. ما كانوا بيبصوا لا المناصب ولا الجاه ولا الدنيا ولا المال، الأمر ده كله لا يشغلهم والله لا من قريب ولا من بعيد. فسيدنا أبو بكر حب إن هو يبايع مين يا جماعة؟ يبايع سيدنا عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح. فعمر بن الخطاب قال لا بل نبايعك أنت فامدد يديك، وراح سيدنا عمر إيه؟ راح مبايع على طول. حقيقة يا جماعة الجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها ديت احنا هنقف عند هذه الجزئية، لكن عايزين بس ناخد شوية دروس وعبر كده، لأن الدرس الجاي إن شاء الله زي ما قلنا هيبقى كله عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز يبقى جزء كده الدرس يبقى كله إيه عن هذه الجزئية، لأنها نقطة مهمة جدا عايزين نتعايش ونشوف إزاي مرت أحداث وفاة النبي عليه السلام على الصحابة، لأن دي فعلا كانت أشد أحداث مرت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا أن النبي عليه السلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء،
ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. فإن كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء، فاللي بعدهم مين؟ الصحابة، هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. خدت بالك؟ فسبحان الملك لما تشوف بقى المراحل اللي عاشها سيدنا أبو بكر، ارجع معايا كده بالذاكرة، شوف بقى من أول ما سيدنا أبو بكر كان مع النبي عليه السلام قبل البعثة، وإزاي إن كان في ألفة ما بينهم، إزاي كان في حب ما بينهم، إزاي النبي لما مجرد ما دعاه لم يتأخر رضي الله عنه وارضاه، إزاي إن النبي عليه السلام بمجرد ما عرفه بس يدوب أبجديات الإسلام خرج ودعا الناس 30 واحد يسلموا على إيده، منهم 10 منهم 6 من 10 المبشرين بالجنة. إزاي إن هو كان في كل أوجه الخير كان لا يتأخر أبدا. إزاي إن هو كان سباق في الإنفاق، سباق في كل حاجة، في الهجرة، الصحبة يا رسول الله، يخرج ويجاهد ويحمي النبي عليه السلام ويفديه بنفسه يعني شيء عجيب جدا لما تقعد تتخيل وتتأمل في هذه الشخصية الفريدة. تقول طب وأنا في من أبو بكر؟ ما احنا قلنا قبل كده الآية يا جماعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفس التكليف اللي انت بتكلف به هو نفس التكليف اللي كلف به أبو بكر، ونفس ورقة الامتحان، نفس الأسئلة اللي هيتسألها أبو بكر في القبر هي نفس الأسئلة اللي انت هتتسألها. سيدنا أبو بكر سئل من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، وانت هتتسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. مين اللي هيجاوب؟ مين اللي هيقدر ان هو يثبت؟ ما خد بالك من حاجة، أسئلة بسيطة جدا لكن مش أي حد هيقدر يقولها، مش أي حد يقدر يجاوب، لازم ربنا هو اللي يثبتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لازم تقف مع نفسك لما تسمع سيرة واحد زي سيدنا أبو بكر، أهو ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب في نفس الوقت إذا كان ربنا نفى أن يكلف نفس الإنسان إلا وسعها، فهو في نفس الوقت بيكلفك وسعك، إداك تكليف، ومع التكليف إداك إمكانيات ومواهب. بيقول لك استخدم الإمكانيات اللي جواك ديت فإن أنت تقوم بالتكليف دوت عشان في النهاية تخش جنة. خدت بالك؟ اقعد دور جواك أكيد يا جماعة. وزي ما بقول دايما وما بنساش الحتة دي، ويا ريت ما تنسوهاش، كل واحد فيكم بعد التوحيد وأداء الفرائض ربنا اداك موهبة تخش بيها الجنة. اقعد دور في نفسك، هتلاقي واحد والله كل واحد جواه موهبة. خدت بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى، فربنا ميسر لك دخول الجنة سبحان الملك. فأنت النهاردة اقعد دور جواك، هتلاقي واحد بيحب الإنفاق، خلاص خش جنة بالإنفاق. واحد تاني والله أنا عندي حتة حب قيام الليل، صلي قيام الليل وتكثر من قيام الليل. واحد ثالث لا أنا عندي بقى حتة صيام النوافل. واحد رابع أنا عندي بقى خدمة المسلمين والسعي في خدمة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. اقعد بقى ادرس سيرة سيدنا أبو بكر من الألف للياء، شوف الراجل ده قدم إيه وانت تقدر تقدم ايه. ابو بكر كان متفوق في كل المجالات يا جماعه، جهاد تلاقيه، انفاق تلاقيه، اخلاص تلاقيه، بذل تلاقيه، حب تلاقيه، كل حب الخير للناس تلاقيه، رحمه تلاقيه، ما فيش حاجه تقريبا مش متفوق فيها. يعني راجل اكتملت فيه الشخصيه لانه اقرب وانجب تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه يا جماعه الموضوع مهم جدا جدا ان انت تقف مع نفسك وتشوف ابو بكر بشر رضي الله عنه وارضاه، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وافضل هذه الامه بعد النبي عليه السلام، لكن برضو انت مطالب ان انت تقلد. اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. واخد بالك؟ تشبه بهؤلاء فإن التشبه بالكرام فلاح، تفلح وتعيش في حياة سعيدة ورغدة لو انك انت بفضل الله عشت حياتك كلها لله زي ما هم عاشوها لله، عشان ربنا يجمعك بأصحاب النبي على حوض النبي كما قال أبو مسلم الخولاني: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لا نزاحمنهم على حوض النبي حتى يعلموا أنهم قد خلفوا خلفهم رجالا. يا ترى هنبقى رجال فعلا ولا لا؟ يا ترى هيبقى فينا نماذج زي سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ نرجو من الله ذلك، وما زالت الصفحة مفتوحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالنبي وأصحابه في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله